بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرسالة موجهة للأطفال اللاجئين السوريين حول العالم. وصلني امبارح رسالة على الفيسبوك من أحد المتابعين وخبرني فيه إنه في طفل سوري في أمريكا في كاليفورنيا اسمه هيثم، وعمر هيثم 8 سنوات. هيثم شاف فيديو عملته من مدة اسمه سوريا المجد، تكلمت فيه عن سوريا وحضارتها. راح هيثم شو عمل؟ راح كتب رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. طبعا كان راح ضيعني، وطلب منه انه يميز بين السوريين الجيدين والمش جيدين، مع انه كل السوريين اللي انا بعرفهم نساء ورجالا ممتازين وبرفعوا الراس. طبعا اذا صار لي شيء اعرف انه هيثم هو المشكله. فوق هذا راح هيثم ذكروا انه سوريا هي بلد الحضارات. انا احب احكي اليوم كلمه لكل طفل سوري لاجئ حول العالم، انه انت او انت تعرضتوا لشيء كثير سيء، وانتم كاطفال ما لكم ذنب فيه، لكن الظروف هاي اكبر منكم، لكن انتم اكبر منا لانكم انتم المستقبل. هاي الظروف خلت اهاليكم ياخذوكم وين ما انتم هلا، لانهم حريصين عليكم وبيحبوكم وبيخافوا عليكم. اخذوكم معهم لمكان تكونوا فيه مرتاحين وامنين. ابوك او امك ما حبوا تظل في مكان فيه عنف وفي اساءة لكم، وقرروا انهم يضحوا بكل شيء علشانكم. عشان هيك لازم ترفعوا رؤوسهم دائما وتعرفوا انهم بدهم الكم كل شيء منيح. أنا عارف إنكم زعلانين، إنكم تركتوا بلدكم وتركتوا مدارسكم وأصحابكم وقرايبكم، وإنتم هلا كثير مشتاقين لهم وهم كثير مشتاقين لكم، لكن معلش هاي فترة مؤقتة وبكرة بترجعوا لبلادكم. ليش ترجعوا؟ لأنه سوريا إلكم من أكثر من 5000 سنة. سوريا إلكم ورايحة تظل إلكم. بكرة أنتم رايحين ترجعوا لها، ولما ترجعوا لها رايحين تبنوها من جديد وتخلوها كثير أحلى. بس لما ترجعوا على سوريا لازم تكونوا متعلمين ومثقفين وعندكم شهادات عالية، عشان اللي بده يبني بلده لازم يكون متعلم. شو بتقدروا تعملوا هلا انتم لازم تثبتوا للكل، كل اللي حواليكم، انكم ممتازين ومتفوقين في الدراسة، وتتعلموا لغة البلاد اللي انتم فيها، تحكوا لهم قديش سوريا حلوة وقديش عادات السوريين حلوة وقديش السوريين كرماء وبيحبوا الضيف وبيساعدوا المظلومين. انا وكل اللي بعرفهم في العالم العربي والإسلامي بحبوكم، بتمنوا انكم ترجعوا بأسرع وقت. لا تفكروا ان الناس مش زعلانة عليكم، كل الناس الطيبة والكويسة زعلانة عليكم كثير، لكنهم زعلانين ايضا انهم مش قادرين يساعدوكم، لكنهم بيحبوكم. كل اطفال العالم بتحبكم وبتمنوا ترجعوا وبستنوكم ترجعوا. صدقوني انا كثير تفاجأت، لكني انبسطت لما وصلني فيديو لبنت أردنية تقريبا في عمر هيثم تقرأ قصيدة في حفل مدرسي في إحدى مدارس الأردن، والقصيدة هي رسالة من قدم اللي أنا نشرتها على صفحتي عن طفل سوري استشهد في حلب. أنا الرحيم، أنا دارين عصام النعانعة، أحكي قصيدة دكتور معن قطاميين. هذه رسالة من قدم. يا أمة سيقتلها الندم، يا أمة عشقت ظلها وذئابها أمست غنم. نسيت سوريا العروبة، نسيتي أهل الكرم. شايفين؟ كل الأطفال بيحبوكم وكلهم معاكم وبيدعوا لكم الله يوفقكم ورجعكم على بلادكم. وبالله عليكم بالله عليكم لا تظلوا تودوا رسائل لترامب، لأنه هذا الزلمة صعب، وبعدين مش حابين العلاقة بيني وبينه وتتوتر وما بقدرش عليه. الله معكم ويعطيكم ألف ألف عافية. أنا أخوكم معن مرضي القطامي. موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في رباك والحياة والنجاة والعناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما